أي إنسان يعطش لأن أهله ما أسقوه، بيئة القريبة منه ما أسقوه، فإنه يعطش لأي مياه يجدها أمامه ولن يسأل عن طهارتها، يشرب أي موية ملوثة ما عنده مشكلة. اثنين، لما يجوع الإنسان يأكل فتات ثناءات الناس ويبحث عنها ويبدأ يعمل من التفاهات ومن الحمق ومن الأشياء المستغربة رجاء أن يتقبلها الطرف الآخر أو أن يعجب به. طيب السؤال هو ليش وصل هذه المرحلة؟ من يوم ولدنا وإحنا صغار الإنسان يحس أنه أحسن واحد وأحلى واحد وأقوى واحد وهله ويحتفون به وينبسطون، فيشعر بالاستحقاق، يشعر أنه جميل ويشعر أنه مقبول. ليش مش مقبول؟ لأني إذا شربت شربوا بعدي، أكلت أكلوا بعدي، يقبلوني يقبلوني، فأنا إذا إنسان كويس، فأعرف أني أنا إنسان مرحب فيني من خلال سلوكك، وأعرف أنني إنسان جيد من خلال تعليقاتك، وأعرف أني إنسان لي قيمة من خلال افتقادك.